السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كرام العيد في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان الأهلي يفوز على الحرس ويرسله إلى دوري المحترفين، والمستشار عايز بطولة نجيب له طارق مجدي. طبعا الأهلي بعد ما نجح في مهمته الأولى وهي فوز بطولة أفريقيا على الوداد، بعد ما كسب الوداد فاز بطولة ال 11 في تاريخه، بدأ يرجع تاني للدوري. وكان اول مباراه في المباريات المؤجله هي مباراه حرس حدود اللي بتتلعب من الاسبوع ال 16 او الاسبوع الاخير في الدور الاول. والمدرب العبقري فعلا مارسيل كولر في اول مباراه ليه بيرجع بروتيشن، ديب روتيشن يعني انجاز التعبير. وانا بحب اقول ان على المستوى الشخصي انا بحب الروتيشن، المدربين اللي بيعملوا روتيشن، وشايف ان لازم ان انت تعمل روتيشن دايما بحيث ان تخلي اللعيبه كلها جاهزه، يعني لانك وارد في وقت من الاوقات لعيب يتوقف، لعيب يتكسر، لعيب تحصل له ظروف مستواه ينزل، فلازم يكون البديل جاهز على طول في كل وقت. واعتقد ان هو ده السبب في ان الاهلي حاليا بيحلق منفردا يعني في البطوله، وهو الاول بدون منافس. وده اللي فشل، يعني يمكن في السنتين اللي فاتوا الاهلي لما خسر الدوري كان بسبب اتحاد الكوره ولجنه الحكام وايا كان بقى الجهه اللي كانت بتدي الزمالك الدوري يعني. كان بسبب التحكيم بتلاقيه منحاز للزمالك على طول، لكن انا دايما بقول ان مفيش حكم بيكسب فرقه. لكن لما بتيجي بقى ظروف ان انت حكم وتحكيم وضغط مباريات من اتحاد الكوره، فطبيعي ان اللعيبه بتبدا تتعب طالما انت ما بتعملش روتيشن. للاسف ما كانش بيعمله بيتسو موسيماني بشكل كبير. فمع الوقت بقى بتلاقي مع الظلم التحكيمي، مع ضغط المباريات، مع تعب اللعيبه، بتقدر تفقد نقط وبينجحوا الحكام ان هم يوقفوك. مع مارسيل كولر فشلوا حتى المخطط التحكيم ده، وخصوصا برضه يعني ما ننساش ان في اول الموسم كان موجود مارك كلاتنبرج اللي كان منظومه التحكيم كانت يمكن افضل تحكيم شفناه في اخر 3 4 مواسم مع مارك كلاتنبرج، واللي ما قدروش يصبروا عليه نص موسم، طفشوه على طول، لانه كان كلاتنبرج لو كان موجود كان الزمالك زمانه العاشر مثلا او حاجه كده، ما كانش هيبقى الرابع دوري يعني. سواء بقى اللي جه بعده محمد فاروق او حتى بريرا اللي الراجل اللي على قد الايد، يعني هو عايزين فلان بيكسب ماشي، هات فلان ماشي، والراجل ما عندوش مشاكل يعني، المشكله المهم ان هو بياخد فلوس وخلاص. زي ما قلنا الديب روتيشن اللي عامله او التغييرات اللي بيعملها دايما كولر احبطت مخطط الجبلايه او مخطط لجنه التحكيم او ايا كان اللي كان بيكسب الزمالك في المباراتين اللي فاتوا. فيمكن المباراه النهارده بنشوف، او مباراه حرس الحدود، بنلاقي الاهلي بيبدا بالشناوي في حراسه المرمى، في اليمين بيلعب خالد عبد الفتاح وهاني بره خالص التشكيل، في قلبين دفاع بيلاعب رامي ربيعه وعبد المنعم اللي بيلعب لان متولي اتكسر قبل المباراه على طول، وفي الشمال معلول. في الوسط كان بيلعب بالسوليه وقفشه وقندوسي بتغيير الثلاثي اللي هم الاساسي، سواء مروان او ديانج او حمدي فتحي. وفي الهجوم برضو بيغير الثلاثي، بيلعب بطاهر محمد طاهر وشريف وعبد القادر بدل من تاو وكهربا والشحات. ومع ذلك الاهلي بتلاقيه فارد ايقاعه وفارد اسلوبه، وفي اول المباراه بيضغط بشكل كبير جدا على الحدود لدرجه انه بيخلي محمود بن والي كره قفشه بيلعبها من ورا الدفاع لطاهر، فمحمود بن والي بيحاول ياخدها فبيرقص الجول وبيحصل لخبطه بينهم، وطاهر بيضغط على محمود بن والي بيخليه يخش بالكره جوه الجول. ده كان الهدف الاول. وفي اخر المباراه يمكن شريف جاب جون بس الفار لغاه داعي للتسلل. في الشوط الثاني برضه استمر الضغط، وبنلاقي في جمله واضحه جدا عملها كولر، ان احنا بنشوف عبد القادر بيستلم الكوره وبيديها لقفشه، وبعدين بينطلق جوه ال 18، فقفشه بيديها له بيخش يحطها جون. الجول الثالث نفس القصه، طاهر بيستلم الكوره وبيديها لقفشه، قفشه بيرجعها تحت لطاهر، بيجي طاهر من ورا وبيحطها جون. الناحيتين بتلاقي عبد القادر كان مستلمها من ناحيه الاوت الشمال، وبيلعبها في نص القفشه وبيخش جوه، برضه نفس الحكايه، طاهر على ناحيه الاوت في اليمين وبيديها القفشه وبيرجع له. جمله واضح ان عاملها كولر جديده، يعني اعتقد ان احنا هنشوفها كتير في الماتش الجاي، او هنشوف جمل كتيره بيعملها المدرب مارسيل كولر المدرب العبقري. المباراه طبعا انتهت بالنتيجه المفضله لمارسيل كولر 3-0، ان حتى تاوي يمكن جاله فرصه سهله جدا انفراد، لكن واضح ان هو ما رضيش يحطها عشان يثبت على رقم 3
واضح ان كولر بيحب الرقم ده، وهو اكتر نتيجه الاهلي حققها الموسم السنه دي هو رقم 3، سواء 3-0 او حتى الماتش 3-1 بضربه جزاء كانت غير صحيحه لسموحه جابوها في الوقت في اخر المباراه في الوقت الضايع كان في الكاس. لكن الاهلي اكتر نتيجه حققها السنه دي هي 3-0 او 3 عموما يعني. الاهلي طبعا نجح بانه يضيف 3 نقط وبيرجع تاني لاول الدوري، بيعدي بيراميدز، وهو لاعب 25 مباراه فقط مقابل بيراميدز لعب 30، فهو اول دوري بفرق كبير. وهو زي ما قلنا انه بالفوز ده اسقط فعلا الحرس الحدود الدرجه الثانيه، سواء بقى دوري المحترفين زي ما المفروض يتعمل، او حتى لو غيروا ورجعوا تاني في كلامهم وعملوه دوري ممتاز به زي ما بيحصل ضغط دلوقتي. فهو كده كده اخرج الحدود ونزله تاني الدرجه الادنى يعني. في نفس الوقت بالفوز ده الزمالك كده فقد فرصه رسميا ونظريا وكل حاجه في الدوري، ان كان الزمالك كده كده هو مش منافس على الدوري، لكنه حسابيا حتى بقى مستحيل يكسب، باعتبار ان الزمالك فاضل له 4 ماتشات والاهلي فارق عنه 12 نقطه، فالزمالك لازم ياخد ال 12 نقطه، ولو خد ال 12 نقطه دول هيتساوى بالاهلي، فلازم يكسب الاهلي كمان اكتر من فرق 3 الاهلي كسبان في الدور الاولاني. لكنه في نفس الوقت حتى لو كسب ال 12 نقطه دول فهو هيتساوى في النقط مع او هيبقى قصدي يعني فارق نقطه واحده بس عن بيراميدز. بيراميدز ليه مباراه مؤجله مع الاهلي، فبيراميدز هيلاعب الاهلي وبالتالي لو لعب الاهلي فعلى الاقل هياخد نقطه، لو بيراميدز خد النقطه دي فهو هيبقى اول دوري برضه يعني. كده كده الزمالك فقد فعليا يعني قصدي البيراميدز لو خد نقطه فالاهلي هياخد نقطه فالاهلي هيبقى اول، لكن لو بيراميدز لو كسب فهيبقى فارق برضه عن الزمالك وهيطلع اول دوري. فالزمالك فعليا فقد فرصه نهائيا يعني بقى المنافسه بين دلوقتي بين الاهلي وفيوتشر، واهلي وبيراميدز وفيوتشر بالترتيب. الاهلي فاضل له طبعا 5 ماتشات، ففاضل له طبعا الماتش الجاي هيلعب مع السويس في الكاس، بعد كده هيلعب مع بعدها ب3 ايام هيلعب مع او بعدها ب4 ايام يعني، هو يمكن حرس حدود خميس فهيلعب يوم الاحد مع السويس، بعدها ب4 ايام يبقى 2 3 4 خميس، بعد الخميس اللي بعده هيلعب مع البنك الاهلي، بعد كده ماتش بقى كل 3 ايام هيلعب البنك الاهلي هيلعب اسماعيلي، هيلعب البنك الاهلي هيلعب فيوتشر اسماعيلي اتحاد، كلها فاصل 3 ايام. لو كسب 5 ماتشات دول فهو هيضمن الفوز بايا كان حتى لو بيراميدز كسب ال4 ماتشات الباقيين دي يعني، فكده يبقى خد الدوري ويقدر بقى في الوقت ده يريح الفرقه. الاهلي زي ما قلنا يعني هيريح الفرقه، والاهلي اللي فعلا بدا يعني روتيشن بشكل كبير قوي، حتى لما في المباراه نفسها لقيناه بعد بالتعديلات اللي كتيره اللي عملها كمان نزل كريم الدبيس ونزل محمد فخري ونزل ياسر ابراهيم ريح عبد المنعم، والسوليه كان طبعا اصيب فنزل ديانج، فحتى التغييرات بدا ينزل ناس كتير قوي، بدا يريح لعيبه كتير، فاعتقد المباريات الجايه برده هيستمر في الروتيشن ده، وان شاء الله يكسب 5 ماتشات، لو كسبهم هيبدا يلعب بقى باللعيبه اللي ما خدتش فرص كتيره. على الجانب الاخر وزي ما قلنا المستشار محتاج بطوله، فنجيب له مين؟ طارق مجدي. النهارده بنشوف الزمالك بيلعب في الكاس مع فاركو، والحكم طارق مجدي في اول مباراه رغم ان فاركو افضل وفاركو واضح انه متفوق على الزمالك، بعكس الاتجاه كوره ملعوبه في ال 18 زيزو بيرمي نفسه من غير اي حد متدخل معاه مباشره بدون اي تردد، طارق مجدي اللي هو نازل لها يعني اساسا شاور على ضربه الجزاء، حسب ضربه الجزاء طبعا الزمالك بيبدا يخش المباراه خلاص بقت 1-0، فيبدا الفاركو يبدا يهاجم، فيجي يخش فيه الجون الثاني في اخر الشوط الاولاني. عارفين طبعا طارق العشري كل فكره في انه بيدافع وبيعمل حاجات مرتده وبيبني من تحت، فمع الوقت لما الزمالك يتاخر في الفوز ففرصته اكبر في الفوز، فانت حولت المباراه ضعفت الزمالك بقى 2-0. بدايه الشوط الاولاني جابوا جون فاركو، لكن في الاخر الزمالك احرز الهدف الثالث. في انتظار طبعا المباريات الجايه هنشوف مساعدات التحكيم زي ما اول مباراه وليد عبد الرازق، النهارده طارق مجدي، فالكاس ده هيبقى كل واحد باسمه يعني، وليد عبد الرازق بيكسب الزمالك لبروكسي، طارق مجدي بيكسب الزمالك على فاركو، وفي انتظار بقيه المباريات، وفي انتظار الناحيه الثانيه هنشوف الحكام هيعملوا ايه مع الاهلي بقى في المباراه الجايه، سواء ماتش السويس او ماتش الداخليه او ماتش اللي بعد كده، عشان يحاولوا يدوا بطوله المستشار عايز بطوله بعد ما الموسم صفر دي تمام. اعتقد ده اهم مكان في الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.